بحكم انك وليتي قياديه في الحزب ومسؤوله على الحزب، تقدري تجاوبي بحكم عندك الصفه انك تقدري تجاوبي على امين عام ديال حزب اخر، على سي بن كيران اللي كيقول الحزب انه حزب مخدرات. غادي نبدا بالجواب على ما يقول السي بن كيران. السي بن كيران حنا في حزب الاصاله والمعاصره تنحترموه لان كان رئيس حكومه، وغادي نحترموه الى الابد لان واحد الوقيته قاد الحكومه داخل المملكه ديالنا. ولكن غنجاوبو كامين العام ديال حزب العداله والتنميه، وكانوا حاضرين معنا في المؤتمر وتنشكرهم لان فاش تيجيو تيأكدوا بانهم هما تيحضروا لجميع اللحظات الديمقراطيه ديال بلادنا، وحزب الاصاله والمعاصره حزب ديمقراطي. السي بن كيران ماشي عاد تهمنا سنوات، ولكن حنا كان موقفنا ما غاديش نجاوبوا لان احتراما للمغاربه تنبغيوش نهبطوا لمستوى النقاش، تنحاولوا نهضروا على مشاريع، تنحاولوا نلقاو حلول لانتظارات وتطلعات المغاربه والمغربيات اللي خاصه في هذه الظرفيه تيعانيو الكثير، والحلول ماشي دائما سهله نلقاوها، وتنتمناو نكونوا في مستوى الانتظارات ديالهم واللي حشمنا معاهم. وكاين السي بن كيران كان دار واحد التصريح وعاود اكدوا البارح بان حزب الاصاله والمعاصره حزب تاع المخدرات، وكان هو بعلمه وكان تيقولها سنوات هذه. خصوص السي بن كيران اليوم يجاوبنا كحزب، اما كانوا مزايدات سياسيه، وإذا كانت مزايدات سياسيه سمحها الله لا هو لا الاخرين، اما كانت عنده شي معطيات ومعلومات وتنطلبوا من القضاء باش يتصنتوا ليه.